زمالك. أكد أن عبد الحميد معالي سوف يصل إلى القاهرة في ساعة متأخرة من مساء اليوم، وذلك للانضمام إلى معسكر الفريق الحالي في العاصمة الإدارية الجديدة استعداداً للموسم الجديد. معسكر الفريق في العاصمة الإدارية الجديدة استعداداً للموسم الجديد يوم 27 يوليو الحالي. يدرس نادي الزمالك فكرة التعاقد مع محمد علاء حارس مرمى نادي الجونة خلال هذا الصيف، ويواصل الزمالك محاولات تدعيم صفوفه تحضيراً لمنافسات الموسم الجديد ضم محمد علاء حارس الجونة حال رحيل محمد صبحي لبيراميدز. ينتظر الزمالك الإعلان عن باقي الصفقات لتدعيم صفوف الفريق في ميركاتو الصيف في مختلف المراكز، حيث يتبقي الإعلان عن 4 صفقات أخرى، وهم كل من الثنائي الفلسطيني آدم كايد والمغربي عبد الحميد معالي وأحمد ربيع ومحمد إسماعيل. حسم الزمالك صفقتي آدم كايد وعبد الحميد معالي بعد أن تم الاتفاق على القيمة المالية لكل صفقة منهما، وكذلك مدة التعاقد، حيث تم الاتفاق على انضمام عبد الحميد معالي لمدة 4 مواسم مقابل 500 ألف دولار، بينما خضع كايد للكشف الطبي وعاد إلى بلاده لإنهاء بعض الأمور هناك، ثم عاد للقاهرة أمس تمهيداً للانضمام لمعسكر إعداد الفريق المقام بالعاصمة الإدارية، على أن يتم ذلك بعد التوقيع على عقود اللاعب للأبيض. وفيما يخص صفقة محمد إسماعيل فوصلت إلى مراحل متقدمة بعد ترحيب اللاعب وناديه بالانتقال للزمالك في ظل المفاوضات المكثفة والجادة التي يقودها الزمالك لضم لاعب زاد. ورغم دخول نادي بيراميدز على خط المفاوضات لمحاولة ضم محمد إسماعيل أيضاً، لكن المؤشرات الحالية ترجح كفة الزمالك في إنهاء الصفقة لصالحه في ظل جدية التحرك الأبيض ورغبة اللاعب في ارتداء قميص القلعة البيضاء. وفيما يخص صفقة أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي، فاقترب بشدة من الزمالك بعد أن شهدت الأيام الماضية التفاوض حول صفقة تبادلية، وخلال الساعات الماضية تغيب ربيع عن معسكر فريقه، وهو ما يعكس اقتراب إعلان الزمالك عن الصفقة الجديدة لينضم إلى الصفقات الرسمية التي تم الإعلان عنها.